ثقافي أصدقائي. طبعا كلنا عارفين إن الأعمال الفنية مهمة جدا. تعالوا بينا نستمتع مع بعض الأعمال الفنية ما بين الرقصات وما بين مسرح العرايس ومجموعة من الأطفال المواهب ومع الرضا. أعزائي المشاهدين كلنا هذا اللقاء مع نسمة نبدأ من كلمة مرحلة الرضا. أهلا بكم معانا. نتعرف عليكم؟ أهلا يا سما، اسمك إيه؟ نجاة. أهلا يا نجاة، اسمك إيه؟ جان. جان، أهلا يا جان، اسمك إيه؟ مالك. إيش مالك؟ مرحلة صعبة مش سهلة جدا بنتعامل معاها لها متطلبات ومواصفات خاصة لما نكون عايزين ننمي عندنا مواهب زي الأشياء زي المهارات. نقول ان احنا اول حاجة حاجة بتبسط المكان اللي هي نقلة جنب البيت من البيت عندي فبيتفصل فيها الطفل فلازم نحبها الروتين عن طريق ايه؟ عن طريق الانشطة يمكن اخر الدراسة شوية في تعليمها لازم احبهم في المكان عن طريق الالعاب عن طريق الرسم عن طريق الكمبيوتر عن طريق المكتبة فكل واحد ليه دور مميز للطفل وبعد كده عارف مين كل طفل اتجاهه ايه وابدا اعمل نفسي يتعلم اللي بيحبه اعمل لهم يوم الولاد اللي بيحبوا واظهر المواهب بتاعتهم واختار الولاد اللي لهم وقت التربيه الرياضيه عندي واصنف بقى كل طفل حسب الموضوع كل ما يكون بيبان في السن ده على طول ممكن يبقى في طفل عنده كذا موهبه في كذا مجال بتعملوا ايه بقى معاه؟ ممكن اعرض الحاجه اعرض الشيء اللي انا عايزاه
نفسية الطفل ايه؟ لقيت الطفل انجذب اخد بالي منه، عامل الميات بتاعته، خدي بالك من الطفل دي والطفل دي. وفعلا عملت تجربة لاحظت ولقيت الاطفال وميزتهم وقلت دي مميزة في كذا ودي كده، فظهرت المواهب بتاعت كل طفل. طب نقول بقى حاجات زي كده اعتقد بتبقى جاذبة للطفل اكتر، هل ده الطفل فعلا بتشدله اكتر من الدراسة نفسها؟ لان في يعني اولياء امور بيقولي احنا مش عارفين اول مرة الاقي الطفل بيصحيني يوديني الروضة، يعني سمعتها من كذا ولي طفل ودينا بودنا الروضة. انا بحب العب مع اصحابي لان لينا نشاط يوميا للطفل، يعني من موسيقى الالعاب المكتبة الكمبيوتر، يوميا كل طفل بيتحرك ما بيقعدش في القاعة بتاعته، لا عندي بيتحرك في كل. دايما معروف ان الانشطة بتوسع مدارك الطفل وتنمي القدرات الذهنية، فده بيأثر على الدراسة كمان. طبعا طبعا، واحنا يعني بنبدا بالاول نحبب زي ما قلت لسيادتك، بنحبب الطفل في المكان وابدا بقى اعرف بقى شغلي ودراستي واحده واحده لغايه ما الطفل يحب المكان هيديكي كل اللي انت عايزاه. ممكن نستخدم هذه الموهبه او هذه الانشطه في المناهج الدراسيه في حد ذاتها فده ينعكس على ادائه؟ هو ده المفهوم بتاعنا اللي احنا بنعمله. كل يوم خميس عندي مفهوم اللي هو بياخده في الدراسه يعمل بيه ماكيت الطفل الموهوب، فبيعمل لي ماكيت عن اشارات المرور، عنده مفهوم منه مرتبط في الدراسه بتاعته، ومنه يعمل لي ماكيت ان هو فاهم اشارات المرور ماشيه ازاي. عندي البيئات، اعمل مفهوم البيئات، كل طفل جاي لي بالمفهوم بتاعه، اللي يعمل لي صحراويه، اللي يعمل لي زراعيه، يعمل لي فوصلنا في كل حاجه حبيبها ويعملها لي. طب نبدا بقى نقول سما، انت يا سما اول مره تشاركي معاهم في نشاط؟ عملتي ايه بقى النشاط ده اللي هو بتاع الكتاب ده؟ ايه اللي عجبك فيه؟ انا عجبني بتحبي القرايه او بتحبي تتفرجي على الكتب؟ طب بتحبي انشطه ايه يعني؟ بتعملي رقصات بقى ايه تاني؟ رقصة ياما، رقصات كتير قوي زي ايه بقى؟ اسمائها ايه؟ كتب قرينة دي وهندي كمان حلوة قوي. ولاد بقى بتلبسي لبس ايه؟ مين بقى بيساعدك بقى في اللبس بقى والحاجات دي كلها؟ ماما طبعا، ماما هي اللي بتتعب معانا في كل حاجة طبعا. انت بالنسبة لك بقى اول مرة يعني الكتب قرينا دي اول حاجة تعمليها معاهم ولا عملتي حاجات تانية؟ عملت حاجات تانية. ايه بقى قوليلي؟ عملت اللي هي بتاعت كنت لابسة فيها ايه؟ كنت لابسة فيها جيبة. طب وكانت بتقول كلام برضه عن الكتب ولا كلام اغنية بقى ولا ايه بالظبط؟ كلام عن الكتب. عن الكتب برضه. بتحبي انت الكتب؟ بتحبي تعملي ايه تاني في انشطة؟ بتحبي ايه؟ هواياتك ايه؟ بحب ارسم. بتحبي ترسمي ايه بقى؟ ارسم اي حاجة. بتحبي ترسمي مثلا ايه؟ الشمس؟ بتحبي ترسمي البحر، الرملة، المراكب، ولا الورد، ولا ايه؟ ارسم كل ده. كل ده بتحبيه؟ طب جميل. وانت بقى بالنسبة لك؟ لا قولي كده بقى، قولي لي بقى انت ايه رأيك في الرقصة اللي انت اشتركتي فيها دي؟ ايه رأيك في رقصة الكتب قرينا؟ جميل. تحبيها؟ طب قولي لي بقى انت لما الميس قالت لك هتيجي تغني وترقصي معانا اتبسطتي ولا ما كنتيش عايزة تروحي؟ اتبسطتي. بتعملي حاجة تانية غير الرقصة دي؟ هندي بقى بتلبسي بقى لبس هندي؟ الله. طب قولي لي بقى اللبس بقى والحاجات دي بقى مين بيساعدك فيه؟ برضه زي اسراء كده ماما هي اللي بتتعب معانا. طب قولي لي بتحبي تعملي ايه تاني؟ ترسمي ايه بقى؟ حديقة ومركب. حلوة قوي جميلة. طب وانت بقى قولي لي اول مرة تعملي معاهم رقصة؟ لا. عملتي ايه قبل كده؟ عملت سكر قراقيش. الله. في ايه بقى سكر قراقيش؟ احكي لي عنها. دي رقصة. عن ايه بقى؟ سكر قراقيش. ايوه تقولي فيها ايه؟ قولي لي حتة كده. مش فاكرة. طب كنت لابسة فيها ايه؟ كنت لابسة فيها فستان. فستان. كلكم نفس الفستان ولا كل واحد فستان شكل؟ كل واحد فستان شكل. كل واحد فستان شكل. طب قولي لي بقى غير سكر قراقيش والكتب قرينا عملتي حاجة تانية؟ ايه كمان؟ عملت كده رقصة بس مش فاكرة هي كانت أغنية ايه. طب قولي لي بقى انت اللي بتختاري بقى ان انت تدخلي الرقصات دي ولا الميس بتقول انت شاطرة هتدخلي في دي؟ الناس بتقولي انت شاطرة هتدخلي في دي. واضح انك شاطرة عاملة رقصات كتير. طب قولي بتحبي تعملي ايه كمان؟ بحب اعمل رسم. وايه كمان؟ تلون. تلوني الالوان ايه؟ ألوان خشب. لا يعني الوان ايه؟ الوانها ايه يعني؟ بندو احمر واورنج وموف. الالوان الحلوه دي كلها الوان جميله. انا بشكرك خالص وان شاء الله شايفاكم كده واضح انكم فنانين هتبقوا ان شاء الله. انا بشكرك جدا وبشكر اصدقائي. شكرا لكم.
صديقاتي أصدقائي، بيسعدنا يكون لنا هذا اللقاء مع الطفلة المثالية رحمة. ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. ليه يا رحمة انت اختاريتي الطفلة المثالية على مستوى اسكندرية صح؟ صح. تفتكري ليه يا رحمة؟ عشان كنت بحفظ وكنت براجع. حلو قوي، وكنت دايما بتعملي حاجات حلوه بتبسطهم منك، فعشان كده قالوا انت مثاليه واخلاقك حلوه وتصرفاتك حلوه وبتعملي كل حاجه بشكل حلو، صح كده؟ صح. طب قولي لي بقى، هتقولي لنا ايه بقى النهارده؟ قصيدة. قصيده عن ايه؟ مدح الرسول. حلو قوي، تسمعيها لنا بقى وتقوليها لكل اصحابنا؟ يلا بينا. قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، وما بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى الدموع العارفين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المطيب في حماك نزيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه، لما بدت فوق الخيول تسيل. هذا الغمام تذللته إذا مشى، كان الطكيل إذا الحبيب يطيل. هذا الذي شرف الضريح باسمه، منهاجه للسالكين سبيل. يا رب يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلوا عليك الله يا علم الهدى، ما حل مشتاق وصار دليل. برافو عليكي، بحييكي، برافو عليكي، انت جميله خالص. حافظه حاجات تانية؟ ايه كمان؟ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب سمعه لنا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. برافو عليكي، بشكرك خالص يا رحمة، برافو عليكي، شكرا ليك.